الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، فعابده يعز ويرقى وجاحده يذل ويشقى. نحمده تعالى تعبدا ورقا، ونشكره عز وجل عملا ونطقا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك تقديرا وخلقا وجل تدبيرا ورزقا. إن الليالي من أخلاقها الكدر، فلا يغرنك منها منظر النظر، فكن على حذر مما تغر به، إن كان ينفع من غراتها الحذر. قد أسمعتك الليالي من حوادثها ما فيه رشدك، لكن لست تعتبر. يا من يغر بدنياه وزخرفها، تالله يكاد أن يودي بك الغرر. تهوى الحياة ولا تهوى تفارقها، كمن يحاول صدرا ما له ورد. تهوى الحياة ولا ترضى تفارقها، كمن يحاول وردا ما له صدر. كل امرئ صائر حتما إلى جدث، وإن طال مدى آماله العمر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله للناس بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد القائل: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ووالذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. صلى الله على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، قالت فاطمة عليها السلام يوما لعلي: يا علي، بلغني أنه قد جاءت غنائم البحرين. البحرين هي المنطقة المطلة على الخليج العربي، اللي تمثل اليوم دولة البحرين وقطر والإمارات وعمان. جاءت أموال من البحرين وفيها خدم وعبيد، فهلا سألت رسول الله أن يهب لنا خادما؟ فوالله لقد مجلت يداي من العمل بالرحى. مجلت يعني فرقست. الرحى يعني كبار السن يعرفونها، إن صخرتين وبيهن وتد من حديد أو من خشب، النسوان كانن يطحنن به، وهاي تطحن لها فد ساعة ساعتين يلا تطلع لها لكوك مال عجينات قديمة. فوالله لقد مجلت يداي من الطحن بالرحى. قال: يا فاطمة، والله إني لأستحي من رسول الله أن أسأله خادم. فتلفعت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بجلبابها وذهبت إلى النبي تسأله الخادم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، والله لا أعطيك وأدع فقراء المسلمين. فعادت إلى بيتها منكسرة، وقد لاحظ ذلك رسول الله. فلما كان الليل طرق عليهما الباب فأذن له، فجلس بين فاطمة وعلي وقال لهما: أأدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أتيتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33
وكبراه 34. هذه الرواية الصحيحة مدخل لموضوعي اليوم، وهي أساس عظيم من أساسات الحاكم العادل، علاقته بأقربائه. هل للأقرباء قانون وللناس قانون آخر؟ أم يكون العدل في إجازة إذا ما تعلق الأمر بواحد من الأقرباء؟ كيف تعامل حكام المسلمين مع أقاربهم؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا ما أراد أن يصدر قانونا جمع أقرباءه من بني عدي من قريش، وقال لهم: إني قد هممت أن آمر الناس بكذا وأنهاهم عن كذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن هبتم هابوا وإن وقعتم وقعوا، ووالله إن بلغني أن أحدا منكم فعل ما أمرت بتركه أو ترك ما أمرت بفعله لأضاعفن العقوبة له لمكانته مني. يعني إذا واحد من عندكم يسوي شغلة أنا قلت لحد يسويها، العقوبة إليه لأنه قرايبي مضاعفة. وهو بذلك يطبق سنة القرآن في الأقارب عندما نادى نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. أقارب الحاكم وزرهم أعظم من الناس، وهكذا ينبغي أن يكون. أقارب الحاكم ليست الأموال لهم يعني الخزائن منفتحة ويأمرون كما يأمر الحاكم، هكذا ينبغي أن يكون. يعني هسه إحنا عندنا هذا القانون المبتذل، ما أدري منين جبناه، ما أدري هي آية قرآنية معتبرينها أو كذا، يقول لك والله الشجرة الما تظلل على أهلها لا خير بيها. لا والله لا خير بيك. منين جبت هذا القانون؟ الما تظلل على أهلها، نعم أظلل عليهم بالصدقة وبصلة الرحم أتفقدهم، لكن مو أهب سلطان أو أهب حكم أو أهب منصب لا يستحقه. يعني قرأت قبل أسبوع عنه ونشرت على الانترنت، الاتحاد الأوروبي يرفض قائمة السفراء اللي دزهم العراق للخدمة في أوروبا. كل السفراء رفضهم، قال ذولا ما عندهم أي خبرة سياسية. السفير المفروض يصير وجه البلد، داز لي جاهل، رفضوهم، قالوا لهم ذولا لا ميزة لهم إلا أنهم أقارب من بيده القرار، كل شيء ما عندهم صفر. يصير هالشكل، يقول فضحنا. قارب الحاكم ينبغي أن يحسبون 1000 حساب لتجاوز القانون. ليست خزائن الدولة مفاتيحها بيدهم يأخذون منها ما شاء. يعني سيدنا علي الله يرضى عنه يوم جاء عقيل أخوه، عقيل بن أبي أخوه بن أمه وأبوه، قال له: يا أمير المؤمنين، وهو في الكوفة، يعني إجا من مكة للكوفة، قال: يا أمير المؤمنين لقد ركبتني ديون كثيرة فهل أعنتني؟ قال له: نعم، إذا ما جاء عطائي يعني راتبي، إذا ما جاء عطائي قسمته بيني وبينك نصفين. قال: وكم عطاؤك؟ قال: 1800 درهم. قال: يا أمير المؤمنين الديون التي علي 120,000 درهم. قال: فما تريد يا عقيل؟ قال: أن تأمر لهم أن يسددوا ديوني من بيت المال. قال: حبا وكرامة.
وأمر خادمه قنبر بأمر، قال إذا كان الليل، قال لعقيل إذا كان الليل ذهبنا إلى بيت المال وأخذنا منه ما يسدد به ديونك. وصلى علي بالناس في مسجد الكوفة، والمسجد يرتج بالمصلين، ثم قال لعقيل يا عقيل ما تقول في من يخون هؤلاء؟ قال يا أمير المؤمنين بئس الرجل هو. قال إذا قم معي، وذهب إلى بيت المال. قال لي قنبر هات ما أمرتك به، فجاء بجفنة والدنيا ظلام. قال مد يدك يا عقيل وخذ ما شئت من الأموال، فمد يده وإذا بالجفنة فيها جمر واكتوى بيده. قال غفر الله لك يا أمير. ما هذا؟ قال هذا جمر الدنيا، فكيف بجمر الآخرة؟ هكذا ينبغي أن نكون. يعني أنا راح أسولف لكم حادثتين أنا عشتن شخصيا. واحدة من الحادثتين بالعسكرية، كنت عسكري بالثمانينات، كنت مسؤول قلم مال فصيل مقر، والضباط يعرفون شنو يعني فصيل مقر. كان فصيل المقر جندي مسكين من أهل الموصل اسمه نايب عريف ذنون. نايب عريف ذنون كل الكاد والتعب والشغل ضعفه المسكين، وبالليل يطلع عليه خفر. حتى أنا كنت أشفق الحالة، يعني نوبات أتوسط له حتى ما يطلعون عليه واجب بالليل، لأن النهار كله خطية يكد ويتعب ومقتنع فقير ما عنده أحد. اللي حصل اجانا آمر من الموصل على الوحدة مالتنا، قرايب هذا ذنون ومن منطقته من الموصل. نايب عريف ذنون كل شيء ما تبدل به، بس الحزام مالته بمكان الخاكي صار حزام أبيض. قام ذنون يذبح بالقطنة. الله أكبر الله أكبر. الحادثة الثانية أيضا أنا عشتها بالتسعينات سنة 1996. كنت خطيب بالعدوانية. عدوانية غالب المنطقة ناس دليم، أكو قرايبهم بجبلة، قالوا حضروا يوم يعني يوم يمي خطبة، قالوا شيخنا بلكة تجي تنطينا درس بجبلة يعني حبا وكرامة حاضر الدنيا شتاء. طلعنا من وراء صلاة العصر، ما وصلنا البيت إلا تقريبا راح يأذن المغرب على طول الطريق. منطقة يسمونها عشيرش خارج جبلة، يعني تقريبا الحدود بينه وبين الكوت تبين. وصلنا هناك فطرنا وسوالف صلاة العشاء التراويح وانطيتهم درس، ورجعنا للبيت والكهرباء مقطوعة ما كهرباء على الفانوس. من طلعنا لاحظت اكو اضوية من بعيد، يعني بعد لي جوا اضوية يعني تشع. قلت يابا هاي شنو الاضوية؟ قالوا والله هاي الحقول مال عجول السيدة، سيدة العراق الاولى بزمانها. شنو هاي؟ قالوا هاي مجموعة من العجول، الكهرباء مالته خط خاص، والمي يجي المهندس يسد الطلاقات مال الفلاحين مال الزروع. حتى يوم يقول واحد من الفلاحين تحدى ورفع الطلاقة دزه وشفر سد الطلاقات كلها، ومن نهر خاص يروح بالله عليكم السيدة محتاجة تربي عجول. واحنا مشكلتنا ترى مو الحاكم، والله مو الحاكم مو مشكلتنا أقارب الحاكم، هم اللي يسويوا السمعة إن كان لا يعلم. مشكلة تسأله يقول لك والله الشجرة ما بيها خير، يعني ما تظلل على أهلها لا خير بيها. شلون هيك يا أخي؟ ما يصير هالشكل. هذا قانون رباني، المفروض القريب إلى ضعف العقوبة إذا ما ارتكب جرما. يعني يوم سيدنا عمر الله يرضى عنه خرج إلى السوق. عمر كان في المعاد يتفقد حتى يفتهد. مو انت الحاكم ترى ما يعرف شنو مصايب الناس إذا ما يطلع يفتر. خرج يوما إلى السوق متفقدا فرأى إبلا سباما
يعني بعران سمينة مربربة، وباقي الإبل شوية ضعيفة بنظرته الفاحصة. قال إبي لمن هذه؟ هاي المن؟ قالوا لعبد الله بن عمر ابنه. فتغير وجهه، تغيرت ملامحه، وعاد إلى مجلس الإمارة. قال إلي بعبد الله بن عمر، جيبوا لي إياه. اجى عبد الله بن عمر فوجد أباه يفتل سبلة شاربه، هكذا الرواية تقول. ونظر إليه قال يا عبد الله ما هذه الإبل؟ قال يا أمير المؤمنين إبلي أبتغي بها ما يبتغي باقي المسلمين، أرسلتها إلى المرعى. قال يا عبد الله وإذا رآها الناس يقولون اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، اعلفوا إبل ابن أمير المؤمنين، وهكذا يربو ربحك ويكثر مالك على ظهري يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله بع الإبل وخذ رأس مالك، وضع الزيادة في بيت مال المسلمين. بالله عليكم من يسويها هسه؟ رضي الله عن عمر. ورحم الله الشاعر الذي قال نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا ولم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى جمعوا الكنوز فلا بقت ولا بقوا، أين الذين جمعوا الجيوش وعمروا كانت نهايتهم قبر ضيقوا، خص إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واستغفروه.